اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو بغيت نديرو كنصائح للناس اللي كتبغي تقدم على فيزا البانيا. نصائح من شي اخطاء ما يوقعش فيهم الواحد فاش كيكون كيتقدم لفيزا البانيا. بزاف ديال الناس اللي تواصلوا معايا تقدموا على هاد الفيزا هادي كيكونوا خلصوا البي ديال الطياره هالي والروتور. على غرار فيزا البانيا بزاف ديال البلايص كيبغي بنادم انه يقدم، كيبغي يجوستيفي بلي راه راجع باش انهم يديروا فيه الثقه، كيمشي كيخلص الفيزا ديال الطياره. وهذا الشيء قانونا في كاع المواقع الرسميه التابعه للوزاره الخارجيه ديال اي دوله كتقول لك اودي ما تخلصش الفيزا ديال الطياره حتى تكون الفيزا ديالك ابروفد، حيت يقدر نوطروا طروا عليك في الرد بالقبول او بالرفض. فبزاف ديال الاخوان تواصلوا معايا خلصوا التيكيت دافيون مع بيغاسوس او مع اي شركه اخرى اللي كتدخل البانيا باش انهم يجوستيفيو القبول ديالهم. ف واحد السيد كان تواصل معايا، هو متابع عندي في القناه، تواصل معايا انه خلص وجاه التعديل ديال الملف. من بعد ما دازت المده اللي كان بريباري انه يسافر فيها، بدا كيموديفي مع البيغاسوس وكيموديفي مع في السيت ديال الموقع ديال ايفيزا البانيا. فهذا كيزيد ليه خدمه اخرى وكيمشيو ليك بزاف ديال الفلوس مجانا. فالاخوان كاين فيك ريزرفيشن او لا الهولد بوكين، هذا كتشد به الحاجز ديالك مع البيغاسوس، كتخلص فيه تقريبا شي 200 درهم. الا بغيتو ممكن ندير لكم فيديو على كيفاش ديروا هاد الهولد بوكين هذا مع البيكاسو، كتخلص فيه 200 درهم. كيبقى لك الهولد بوكين ديالك كيبقى كونفيرمي 15 يوم، ماشي نهار ماشي يومين ماشي 3 ايام، كيبقى لك 15 يوم. على غير القطريه اللي كتعطيك 72 ساعه وكتخلصها ب 20 دولار. فهاد البيكاسوس كتعطيك هاد اللعيبه هادي 15 يوم كتخلص فيها 200 درهم، هكا كتضمن انه القبول يقدر يجيك. ولا جاك الرفض ما غاديش تضيع في بزاف ديال الفلوس، على غير انك تخلص البي ديال الطياره بواحد 5000 درهم ولا 4000 درهم. فالاخوان هادشي اللي ممكن نوصل لكم. مبقاوش تخلصوا البي ديال الطياره قبل ما تشدوا الفيزا. تحياتي.